نتسحر ايه، نتسحر ايه، نتسحر سين. اتفضل. احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وابوابها، احلف بالمدنى وبالمدفع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنى وبالمدفع، بولادي في ايام الجايه ما تغيب الشمس العربيه، طول ما انا عايش فوق الدنيا. الله 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 على الحس اللي اهو ده بقى بيثبت الكلام يا ريم اللي كان بيتقال فعلا يعني قبل الفاصل مباشرة. مستحيل انك تؤمر حد يحلف بولاده يحلف بولاده ما تغيب الشمس العربية طول دي ما فضل انا عايش. يغنيها عبد الحليم من يوم النكسة. أيوة. من يوم 67 أيوة. لغاية 73 كل حفلة حتى لو كان بيقول أي دمعة حزن لا أيوة. يعني أي أغنية عاطفية ينهي الحفلة سوري بيبدأها وينهيها بأحلف بسماها وترابها. قال ندر عليا لا أفضل أغني هذه الأغنية أحلف بسماها وترابها إلى أن تتحرر الأرض العربية. يبدو ان الندر علينا احنا كمان يعني والندر ما زال مستمر. يبدو كده هو بين الغنوة بين اغنية واحدة مرتين واحنا برضو بين ثورتين. بس الحقيقة احنا برضو بين اتنين مطربين واحد سمعناه والتاني لم نسمعه بعد. فنان من اصدقاء المخرج الفنان خالد يوسف. الحقيقة احنا عندنا حالة شغف كده ان احنا نتعرف عليه ونعرف انتوا اصدقاء ليه وليه النهارده هو على مائدة سحورك. الفنان المطرب احمد اسماعيل يتفضل. شرفتنا وكل سنة وانت طيب. وبصراحة كنا من كتر الكلام اللي عاملين بنسمعه مشتاقين يعني عايزين طبعا تطربنا النهاردة بصوتك الجميل. أنا اللي بشكركم وبشكر السادة المشاهدين وبقول لهم كلهم كل سنة وانتم طيبين. بشكر الاستاذ خالد يوسف والاستاذ جمال فهمي. انا شكلي هاجي اقعد جنبك لما تيجي هتغني عشان امسك لك الميكروفون. يا سلام شرف عظيم يا استاذ خالد. استاذ احمد حضرتك والاستاذ خالد اصدقاء من اوائل الثمانينات والاستاذ جمال برضه. انتوا ثلاثة اصدقاء من اوائل الثمانينات يعني. من اوائل الثمانينات. هو كان مطرب الثورة العربية الشاملة اللي كنا بنستشرفها ويعني ونحاول أن نرمي بذورها في الثمانينات. كان هو المطرب الرسمي لهذه الثورة وكان هو اللي بيغني كل الأغاني بتاعت هذه الثورة. كنا في الحركة الطلابية في الثمانينات أصدقاء. لا أنت استلهمت بقى يعني الحالة دي شخصيته في العاصفة يعني. ما هو جه هو في العاصفة ده. أيوة. أنا كنا بنغني أغنية ازرع كل أرض مقاومة. ازرع كل أرض مقاومة في الجامعة. لما جيت أعمل أول فيلم اللي هو العاصفة
حطيت الاغنيه، والاغنيه دي لحنها ناس كتير جدا وناس عظام، يعني لحنها سيد مكاوي، ولحنها فاروق الشرنوبي، ولحنها مين تاني، 3 4 من الكبار جدا. بس انا ارتبطت باللحن بتاع احمد. ايوه. فجيت اعمل الفيلم وعايز اعمل الاغنيه ديت، ادور على احمد بقى، مفيش احمد. مش لاقي له مكان، وتليفوناته ما كانش لسه في، ما كانش في موبايلات ولا لا يعني انا كنت لسه قليله، كان لسه بدايه الموبايلات. كانت يعني الموبايل كان 97 والفيلم ده كان 99. فقعدت ادور على احمد، مش لاقي احمد. وبعدين بس قلت لكل اصحابي يعني ما فيش حد يعرف احمد اسماعيل يا جماعه، اللي فين يشوفوا في المعركه يجيبوا لغايه ما ربنا سهل كده. كان هو بقى سافر بره مصر ورجع. اما رجع قالوا له ده خالد قلب عليك الدنيا. فكلمني قال لي انا احمد اسماعيل. قلت له انت فين؟ تعال. استاذ خالد، طبعا الفن الشلاليه، الفن دايما بيبقى فيه تركيبه كده مع بعض. لما بتستريح مع ناس كده معينه يعني بيبقى بيفضل انه ما يتمش التغيير كل فتره. لما اتعاملت مع احمد حسيت انه فعلا فهمك، حسيت ان اللحن اللي هو لحنه فعلا بيعبر عن الكلمات اللي كانت موجوده. مش هقول الافلام تقول. انا اول فيلم ليا كان العاصفه، كان احمد عامل اغنيه الفيلم. واخر فيلم ليا الكف القمر، احمد كان عامل اغنيه الفيلم. فيعني وهتلاقيه موجود في خيانه مشروعه برضه، هتلاقي احمد. وفي شخصيات تانية في العاصفه يعني مزبوط. يعني حاله الغنى الثوري في الجامعه، يعني كان احمد اسماعيل كان متكرر، كان موجود. ده صحيح. حالته دي موجوده بأكتر. طب احنا نسمع بقى. انا كنت بشوف نفسي في العاصفه. تسمعوا اغنيه مين البادئ او ازرع كل الارض مقاومه؟ انت اختار بقى من صاحبك. لا ده انا اتفقت مع الفرقه نقول اغنيه خيانه مشروعه، نقول ما فيش في الاغاني كده ومش كده. ماشي. دي اغنيه جميله طبعا. اتفضل. يعني هتروح لهم ولا هتغني؟ لا هم ممكن يسمعوني من هنا، بس انا محتاج لستاند او حد. انا همسك لك انا يا احمد. فيها موال صغير، تسمحوا لي اقول؟ فتحت عيني لقيت موالها باش هانم، قمر في جنتها تبعت لي قمر هايم. يا ريتني تحت الرايات طالع بمحملها، بشيل واحط النيات وبغني موالها. لو سقاني الندى فنجانك البيشة، لو عندي من 1000 عام في الدنيا تحويشة، أنا اللي عامل تسالي، أنا اللي عامل تسالي بالمزاج والقهر. بقول بلادي كما يقول الهلال الشهر، ومن حناني اللي سمع زي ريحة الزهر بزود المهر. شايفك راضية يا هانم، ومفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. ومفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان وشايلة الضفاير على البرتقال، يا مصر اللي جايبة الشجر من زمان وشايلة الضفاير على البرتقال. وقبل الأوان اللي قبل الأوان بتحييني أنفاسك المسعدة. ومفيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. ومفيش
فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الأمان. عينيكي تغمض وتفتح يبان سطوح الليالي عليه الأمان. وبحر الذرة من ورق الامتحان وبتغني موالي يا مولدة. وما فيش في الأغاني كده ومش كده 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 تفرقنا عن بعض بالشكل ده. وما فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. بحبك كأني طليق العنان وزي العجوز اللي دق البيبان. بحبك كأني طليق العنان وزي العجوز اللي دق البيبان. وزي الكتاب اللي كان ياما كان وزي الرصيف اللي في السيدة. وما فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. وما فيش في الأغاني كده ومش كده تفرقنا عن بعض بالشكل ده. الله يا جمالك. الله 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 الله. طبعا لازم ليك حق يا استاذ خالد. لا طبعا لازم تبقوا اصدقاء من سنين وان شاء الله يا رب تستمر فتره طويله. انت في مشكله انا لاحظت. حبيبي معلش. الحقيقه احنا في تسحر سيما في استوديو مصر في كل يوم بنحاول قدر المستطاع ان احنا نقدم بارقه امل، ان احنا نعلم شويه على او نشاور شويه على نقاط النور اللي موجوده. في يوم لو افتكرنا اول امبارح كان معانا طفل نابغه من نوابغ العالم، اذكى طفل في العالم حتى الان بسم الله ما شاء الله محمود. النهارده بنستكمل الحكايه وباذن الله يا ريم في كل الحلقات اللي جايه ضروري كل يوم يكون معانا لمحه زي دي. بنستقبل مع بعض الاخوان بدران المخترعين اللي بنتمنى باذن الله اختراعاتهم ما يكونش مصيرها يعني الادراج، علشان احنا عندنا ادراج أو السنين النسيان. عندنا ادراج السنين في الاختراعات وبراءات الاختراعات. نتفضل نستقبل مع بعض. يتفضلوا الاخوان بدران. اتفضلوا كل سنة وانتوا طيبين. مين محمد ومين بدران؟ انت بدران؟ كل واحد يمسك المايك. كل واحد يمسك المايك الأول. بدران ومحمد. كل سنة وانتوا طيبين. أعماركم قد ايه؟ محمود ممكن تتكلم في المايك؟ سنك قد ايه؟ أنا سني 14 سنة. وحضرتك؟ داخل على 18. نعم؟ داخل على 12. داخل على 12. ادخل أرجوك. طيب تحكوا لنا انتوا اخترعتوا ايه؟ احنا اختراعنا كان اختراع مشترك ما بيني وما بين اخويا عن كيفية صنع الخلايا الشمسية من النبات. كيفية صنع الخلايا الشمسية من النبات. متهيألي دي درسناها في العلوم اللي هي الفوتوسينثيز تقريبا ولا حاجة تانية؟ لا الفوتوسينثيز دي عملية ازاي النبات بيحصل على الغذاء بتاعته، لكن الخلايا الشمسية
حاجه تانية نوعا ما. زي ايه بقى؟ كلمنا. يعني ما انا سايباه بقى يحكي. هو احنا بنستعمل الفوتوسينثيس في الخليه. يعني بنستعمل عمليه الفوتوسينثيس. الاصل قرب المايك شويه يا محمود لو سمحت. الخلايا الشمسيه هي اللي معموله من السيليكون. دلوقتي معموله من السيليكون. هي اصلا اللي بتحول الضوء لكهرباء. انا هي دلوقتي السيليكون ده رمل، احنا بنحطوه في الخليه يطلع كهرباء. احنا دلوقتي بنحط النبات بيطلع كهرباء. يعني تقدروا دلوقتي نطلع الكهرباء من النبات. وده مثبت علميا. طب انتوا قدمتوا مشروعكم واختراعكم فين؟ يعني اشتغلتوا فيه فتره قد ايه؟ وتعرفتوا على مين ومين اللي وصلكم يعني ثبت ان ده اختراع خاص بيكم؟ احنا اشتغلنا في المشروع ده بقالنا فتره طويله، حوالي 4 سنين مثلا. ما شاء الله. الشخص اللي قابلناه واللي ساعدنا ان احنا نوصل كان عن طريق اليونسكو، عن طريق دكتور نزار اللي كان مسؤول عن اليونسكو في مصر. وصلنا لدكتوره مشهوره في الاوساط العلميه اسمها دكتوره منى بكر. هي دي الدكتوره اللي ننسب لها كل الفضل في المشروع ده غالبا بعد ربنا طبعا، لان هي اللي ساعدتنا وهي اللي تبنتنا، وكنا بنشتغل دايما في معملها ومعاها. هي دي اللي ساعدتنا في كل حاجه. بدران، انت قلت لي ان انت 14 سنه مظبوط؟ بالظبط. يعني داخل على ثانويه عامه. لا علمي بقى ان شاء الله. صح، علمي ولا داخل ثالثه اعدادي؟ ايوه، بس انت بقى في المذاكره عامل ازاي؟ الحمد لله. الحمد لله. شاطر يعني؟ متاكد؟ اكيد. يعني الحقيقه انا عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، انتوا يعني في عينيكم كده وفي وشكم الامل والمستقبل. انتوا بتتفرجوا على افلام الاستاذ خالد يوسف؟ لا، هو احنا عاده ما بنتفرجش على افلام كتير قوي يعني. انتوا تفرجين بقى للعلم معلش ما عندهمش وقت ان هم يتفرجوا. مين اللي انت نفسك، يعني في شخصيه انت حابب انك تقتدي بيها، نفسك تكون في يوم من الايام شخص معين؟ دكتور زويل مثلا، ولا انت عايز تبقى حد تاني انت مقرره؟ انا بقتدي بالدكتور زويل، بس بقتدي بالدكتور زويل كالشخصيه اللي وصل لها. نفسي ابقى زيه، نفسي ابقى عالم كبير جليل واخد نوبل، معروف من كل الاوساط العلميه، عامل شغل فعلا ريماركبل في العالم، مصر كلها تشهد لي بيه. احلى جمله، عالم جليل ياخد جايزه نوبل ويعمل شغل ريماركبل. استاذ خالد، تحب حضرتك تسالهم اي سؤال؟ لا، انا عايز بس اعرف يعني تفاصيل شويه، لان انا مهندس، انا خريج هندسه وفاهم النظريه اللي انت بتتكلم عنها، بس مش فاهم ازاي تطلع كهرباء. هو حضرتك الخلايا الشمسيه بتاخد الضوء وبتحوله لكهرباء. في منها نوعين، في نوع اللي هو ساندويتش سيل، وفي اللي هي ستيم فيلم. احد السيليكون المشهور دلوقتي هو الستيم فيلم، اللي هو عباره عن خليه واحده. اللي كان بيستعمل ساندويتش دلوقتي. الساندويتش دلوقتي بيستعملوا فيه الصبغه مثلا الكركديه كده، بحيث انها تدخل في الخليه تطلع كهرباء. انا بعملها بقى من الكلورفيل، باخد الكلورفيل بتاع النبات اللي هو الصبغه الخضراء وادخلها في النبات بحيث انها تطلع كهرباء. هو في رياكشن بيحصل في الخليه عن طريق الالكترونات بحيث ان هو يطلع لها فولتج وكارنت. ما شاء الله، ما شاء الله عليكم. يعني بص، عايز اقول لك حاجه. يعني الطاقه الابداعيه اكتر حاجه كان استاذ يوسف شاهين زعلان من حسني مبارك ليها. تصوري ليه؟ ناس كتير ممكن تتكلم كتير قوي عن النظام اللي فات، يقول لك قتل الطاقه الابداعيه لهذا الشعب. الله، الجمله دي كان دايما يقولها الاستاذ. فانا رايي دي الطاقه الابداعيه بتاع الشعب المصري. حريه الفكر. لما يبقى في نظام مؤمن بان احنا عندنا طاقات وعندنا عبقريات، لكن مفيش مناخ بيفرزها، فيعمل المناخ اللي يفرز الطاقات، هنلاقي عندنا 10 زويل، وهنلاقي عندنا 10 نجيب محفوظ، وهنلاقي عندنا 10 يوسف شاهين، وهتلاقي عندنا 200 فاروق الباز. يعني هتلاقي لما المجتمع ده في الخمسينات والستينات ده، بمناسبة بقى ثورة يوليو، فجر طاقات المجتمع، حصلت النهضة في كل حاجة. هتلاقي في البحث العلمي كانت في نهضة، زي ما كانت في نهضة في الفنون والآداب، زي ما موجود في الصناعة، يعني في كل مجالات الحياة. النهضة أصلها مشروع متكامل طبعا، ومش كلام، مش كلمتين أنا هعمل مشروع النهضة وأول حاجة في مشروع النهضة هخلص الزبالة. يعني ده كلام، يعني عايزين نتكلم كلام علمي. لما تيجي تعملي مشروع نهضة
لازم يبقى في كلام علمي على اسس وخطوات واضحه، في كلام، في النهضه دي مشروع متكامل، مشروع حتى الزباله محتاجه تخطيط علمي يعني محتاجه نهضه برضو يا استاذ جمال على ما اعتقد. يعني مش محتاجه مجرد مقاشه، يعني ده تصور غريب. لكن هي زي ما بيقول فعلا خالد، يعني انا ده يعني هنرجع للسؤال الاولاني على فكره. الشباب الرائع ده دليل اللي احنا كنا بنقوله، انه 25 يناير يعني من صلب 23 يوليو، ابنها من صلب ثورة 23 يوليو. يعني أنا قلت في مكان، يعني كان يعني ورشة علمية على الثورات العربية، كان معمول بره مصر. قلت إنه 25 يناير البنت الأصيلة ل 23 يوليو من سمات لا يمكن تغييرها. يعني ولا يمكن تبقى فيها وجهات نظر. سمتين اساسيتين، الجزء البشري بتاعها ده يعني اذا كان مصانع اللي بناها عبد الناصر باعوها بتراب الفلوس، وانجازاته في القوانين الاجتماعيه تراجعوا عنها، لكن في الجزء اللي ما عرفوش يعملوا فيه حاجه، البشر. بشر ثورة 23 يوليو اللي اتعلموا في مدارسها واتدربوا في مصانعها شافوا أدبائها وطلعوا على سطح الحياة في مزارعها اللي عمرهم ما كانوا بيملكوها قبل 23 يوليو قرون. كان الفلاح المصري ينتج في أرض لا يملكها، أرض وطنه يعرق فيها وثمارها لا تعود إليه. الشرائح اللي عملت 25 يناير هي مين؟ هي الشباب اللي اتعلم في مدارس ثورة 23 يوليو. ايوه. الفقراء المدن اللي وعوا بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، عشان كده استخدموا التعبيرات دي، العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. دول اللي عملوا الثورة، دول اللي عملوا الثورة. والمفارقة هنا ان دول اللي عملوا الثورة، ثم العكس تماما ليهم الشرائح الاكثر شبابا، الاكثر تعليما، الاكثر انفتاحا، الاكثر رغبه في الحريه، الاكثر اطلاعا على منجزات الانسانيه. دول اللي عملوا الثوره، وتقع اول ثمارها، بس مش هتبقى اخر ثمارها ان شاء الله، ان شاء الله تقع في ايد الشرائح الاكثر ظلاما والاكثر تخلفا والاكثر جهلا والاكثر، بس دي مرحله مؤقته. لكن الجزء الثاني هو ايه؟ انهم رددوا شعارات وافكار ثورة 23 يوليو. الشباب ده هو يعني الصغير ده، وانا اميل لتعبير الشباب مش الاطفال. دول مش اطفال، اللي احنا قدامهم دول مبتكرين حقيقيين. هم شباب طبعا، هم شباب مستقبلنا، وهم دول اللي ان شاء الله لما نبدا بنى مجتمعنا الجديد، لان لغايه دلوقتي للاسف ما بدأناهوش. هم هيبقى فعلا زي ما قال خالد، يبقى منهم زويل. على فكرة الدكتور زويل قال حاجة مهمة جدا برضو بترد على كلام فارغ كتير من اللي بيتقال دلوقتي، انه اصلا عبد الناصر عمل مجانية التعليم، لكن التعليم انهار في عهده. الدكتور زويل اتعلم كل فترة تعليمه بعد الثورة، وقال انا لما رحت امريكا كنت اعلى مستوى من اللي زيي، زملائي اللي زيي اللي كانوا بيحضروا الماجستير والدكتوراه، رغم انه هو اتعلم في مدارس مصر، في مدارس الحكومة. وانا عايز اسال مدارس الحكومة ما كانتش عيب شباب، انتوا في مدارس ايه؟ احنا في مدارس خاصة، بريليانس انترناشونال سكولز. ما شاء الله. انا اتمنى ان احنا مدارسنا الحكومة ترجع زي المدارس اللي احنا اتعلمنا فيها. انا مسيطر عليا فكرة، انا بعتبر نفسي، انا والدكتور محمد مرسي اللي بقى رئيس الجمهورية ده، اللي قال الستينات وما ادراك من الستينات، انا وهو واخرين كتير جدا، اغلبية ساحقة من الشعب المصري، احنا نتاج 23 يوليو. احنا اللي اتعلمنا، لولا 23 يوليو ما كانش اللي زينا اتعلموا ولا اتثقفوا ولا اطلعوا على منتجات الفكر الانساني بملاليم ان لم يكن مجانا. وكامتداد ليكوا ولا اللي زينا كمان. يعني انا شخصيا وصولا الى مثلا يعني انا اتعلمت القرايه واطلعت على من لما كنت انا قريت
يعني اتعرفت على اسم الكسندر ديوما، الكاتب الفرنسي الفرنساوي المشهور جدا. طب الكونت دي مونte كريستو، الروايه الاشهر ليه واللي اتعملت حتى في افلام كتيره ابيض واسود وعربي. اللي اتعرفت عليه مسلسله وانا بقراها، مسلسله في مجله سمير في الستينات وانا في الابتدائي، انا في المرحله الابتدائيه عرفت ان في كاتب، ان في اصلا عوالم ابداعيه من نوع الروايه والقصص العالميه، وانه في كاتب كبير اسمه الكسندر ديوما وغيره. يعني ده الثقافه اللي كانت متاحه لنا، اللي اتاحتها ثوره 23 يوليو، واللي كان لا يمكن قبليها تبقى متاحه. طب الله يخليكم، احنا يعني يوميا عندنا برضو دور كده من المفترض ان يعني بنشوف بكل تواضع ان الاعلام المفترض انه يقدمه بعد ثوره 25 يناير في التلفزيون الناس، مش تلفزيون الحكومه. فلان التلفزيون الحكومه ده كان قبل الثوره، دلوقتي هو تلفزيون الناس وبفلوسهم كلنا بنشتغل وكلنا بنحاول نجتهد قدر المستطاع نقدم شيء مفيد. فاحنا بنتشرف ان احنا نكون شكل من اشكال جسر التواصل بين المبدعين والمفكرين والرموز اللي في حياتنا الثقافيه والابداعيه بشكل عام، لان حريه الفكر مش فن بس، الفكر لما يتحرر ممكن يعمل خليه شمسيه، خليه شمسيه، شفت بقى عيب ادبي بتعمل الكهرباء، ادي عيب ادبي، وبعد كده كليه الادب طبعا مستواكم العلمي اعلى مني بمراحل. احنا طبعا عندنا فرع تاني يا ريم من مزبوط. ديوان المظالم. فارجو من حضراتكم باختصار وبشكل مكثف انكم تشرفونا بانكم تضعوا اول مظلمه، انجاز التعبير، او تحفظ او طلب من الدكتور السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب في الفرع الثاني من ديوان المظالم الآن على الهواء في اتسحر سيما في استوديو، ولكن بشكل مكثف وسريع. لا ولكن بعد ما نطلع نشوف النشرة الفنية ونرجع تاني عشان نستقبل بقية ضيوفنا النهارده. شغال. يلا نشوفها على ما يفكروا برضو شوية. نتسحر سيما، نتسحر سيما، يلا نتسحر سيما. مساء الخير وتحية مبجلة إلى كل حضرات المشاهدين الأفاضل. نشرة جديدة نتابع فيها أحدث الأخبار الفنية وآخر أخبارنا كوكبنا المصرية، وإليكم أهم عناوينها. كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم تكتب: كيف ننسى الحرب. حفيدة الأمير مصطفى فاضل باشا تكتشف مدينة رومانية بعد 10 سنوات من التنقيب. فاتن حمامة تنضم لقائمة كواكب الإعلانات التجارية. تابعونا معا وآخر أرقام ينصيب مجلة الاثنين. في مقالة خاصة حول الحرب للسيدة الآنسة أم كلثوم تحت عنوان كيف ننسى الحرب. إن كل شيء يمر بسمعك أو بصرك الآن يشعرك بالحرب، فالصحف تطالعك في الصباح بأنباء الحرب، وتنام على صوت الراديو يذيع أخبارها، وتسير في الظلام الحالك بسبب الحرب وانقطاع الجاز، وتعود إلى دارك في النهار فيشكو لك الأهل في انغلاء العيشة بسبب الحرب. فكيف لنا أن ننسى الحرب في هذا الجو الخانق؟ بل ما أحوجنا الآن إلى الترفيه عن أنفسنا، ولعل المسارح ودور السينما أقرب الوسائل إلى الترفيه عن النفس ونسيان الحرب. فربما ينسى ظلام المسرح أو السينما ظلام الطريق في الخارج. فإذا كانت الحرب داء فإنني مضطر إلى وصف دواء علاجا لهذا الداء، ولا أتردد أن أقرر أن خير وسيلة ينسى بها الناس الحرب هي الإقبال على الفن، المسارح ودور السينما. إمضاء الآنسة أم كلثوم. تعلن مجلة الاثنين أن يوم 2 أكتوبر القادم هو موعد سحب اليانصيب، والذي تصل جوائزه إلى 100 جنيه نقدا. وتنشر المجلة في هذا العدد آخر قسيمة لسحب اليانصيب. يقام السحب علنا بدار جمعية الإسعاف بالقاهرة في تمام الساعة 6 مساء يوم 2 أكتوبر من عام 1940 تحت إشراف مندوب وزارة الداخلية.
وتنشر أيضا نتيجة السحب في عددين متتاليين، وتسلم الجوائز للفائزين نقدا وفورا مقابل تسليم الغلافات التي تحمل النمرة الفائزة. وإذ لم يظهر أحد الفائزين سيعاد السحب مرة أخرى على ما لم يصرف من الجوائز. ورقم اليانصيب الأخير هو 5733530. وتناشد المجلة القراء الاحتفاظ بهذا الرقم ليضمنوا لأنفسهم الربح. فاصل إعلاني وهرجع لكم تاني. حفلات الشاي في هذا العصر أصبحت عادة محبوبة أخذها الناس عن العظماء والكبراء الذين يجتمعون فيها ويقضون حول موائدها أسعد الأوقات. فعليك لكي تضمن نجاح حفلاتك أن تعني باختيار الشاي الجيد. اختار كيلوباترا، النجمة، زمزم ونفرتيتي. ويبدو أن الإعلانات التجارية أصبح لها شأن كبير الآن، وهو ما جعل عددا من كواكبنا المصرية يقبلون عليها. وها هي الكوكب فاتن حمامة تنضم لقائمة الكواكب التي دخلت مجال الإعلانات وتقوم بالإعلان عن صابون قاصد كريم. تحت عنوان مصرية تكتشف مدينة رومانية، عادت من مراكش أخيرا صاحبة العصمة خديجة هانم فؤاد عزت، حفيدة المغفور له الأمير مصطفى فاضل باشا شقيق الخديوي إسماعيل جد جلالة الملك فاروق، بعد أن قضت هناك حوالي 10 سنين تبحث عن الآثار القديمة. وقد كان لاكتشافها مدينة سلاكولينيا الرومانية القديمة ضجة كبيرة في الصحف والأوساط الفرنسية، وقد أجرى جلالتها فور عودتها أول حديث في الصحف العربية فيه أن زيارتها لمراكش كانت بسبب أزمة صحية ألمت بها، ونصحتها وقتها إحدى صديقاتها للسفر إلى مراكش للاستجمام والراحة أيضا هناك. وتعرفت على ميسيو جول بوري مدير إدارة الفنون والآثار القديمة، وكان بحكم عمله يشرف على الكثير من أعمال الحفر والتنقيب، فاقترح عليها أن تشاركه هذه الأعمال. وكانت هذه البداية لرحلة 10 سنوات من البحث والتنقيب حتى توصلت للمدينة. ولقد انتهينا من نشرة الأخبار، نتمنى لكم مساء شريف وإليكم التعليق. خديجة هانم فؤاد عزت حفيدة مصطفى باشا فاضل الأثرية اللي بالصدفة كانت راحت مراكش تتفسح ولقيت نفسها بقت أثرية وبتشارك في البحث عن آثار لمدة 10 سنين. غريبة أن الأمراء في هذا العصر كانوا بيهتموا بالأمر الثقافي والأمر العام إلى هذه الدرجة. يبقى أن احنا نعرف أن جدها اللي هو مصطفى باشا فاضل ده كان أخو الخديوي إسماعيل الأصغر منه على طول، وكان عليه الدور أن هو يكون خديوي مصر لو كان استمر النظام التوريث بتاع الحكم في أسرة محمد علي بالنظام التركي، وهو أكبر الذكور في العائلة الكبيرة. ولكن بعد الخديوي إسماعيل لما أصبح خديوي، كان الوالي خديوي إسماعيل بعدين أصبح الخديوي، اتغير النظام ده وأصبح وراثة العرش في أبنائه فقط، راحت الفرصة عن أخوه مصطفى باشا فاضل. الأمير مصطفى باشا فاضل كان واحد من أغنى أغنياء أسرة محمد علي، وكان الأخ الأصغر للخديوي إسماعيل، وكان المفروض أن هو يحكم مصر بعديه على حسب نظام وراثة العرش في الإمبراطورية العثمانية، وهي أن يكون الحكم يورث لأكبر الذكور في العيلة. ولكن بتغيير لقب حاكم مصر إلى الخديوي وتغيير نظام الحكم إلى أبناء الخديوي إسماعيل،
أصبح الأمير مصطفى فاضل ملوش مكان، وأصر الخديوي إسماعيل أنه يشتري كل الأراضي بتاعته وكل أملاكه، ويطلب منه أنه هو يسيب مصر ويرحل إلى تركيا. المنطقة اللي كانت معروفة باسم مصطفى باشا أياميها كانت ولا زالت في اسكندريه دلوقتي، لو كان ساكن فيها في اسكندريه، دي كانت السرايا بتاعته لوحديها، كل منطقه مصطفى باشا دي كانت سرايته، واشتراها الخديوي اسماعيل، هدم السرايا حولها الى معسكرات للجيش المصري، وعرفت باسم منطقه او سكنات مصطفى باشا، اللي بعد كده بعد 52 بقت مصطفى كامل بدل مصطفى فاضل، وكانت اول معسكر يحتله القوات الإنجليزية لما غزت مصر سنة 1882. نتسحر سيما، نتسحر سيما، يلا نتسحر سيما. أمانة عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. أمانة عليك يا ليل طول، وهات العمر من الأول. بحبك جديد وقلبي سعيد، يا ريتني عشقت وعدنا والأمانة أمانة 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 ليك يا ليل يا ليل طول على العشاق، وقول للفجر ما يبانشي، يهون العمر عالمشتاق، وساعة القرب ما تنشي، يغني لك يا ليلي يا ليلي على السهران، يا ليلي يا ليل يرد عليك نجوم الليل، يقول له كمان من الأول. أمانة 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 ليلي ليلي. يعني أنا بشكرك على الغنوة الجميلة وعلى صوتك البديع، وبشكر الفرقة الحقيقة على حضورهم الجميل معانا النهاردة. ولازم نشكر التنورة طبعا عملت طبعا. جو يعني مظلة. انضم لنا الحقيقة وبيشرفنا انضمام الحقيقة فنان ونجم بقى على الرغم من عدم ظهوره على الشاشة. من وراء يعني وراء الكاميرات في نجوم كتيرة قوي احنا ما نعرفهمش، عشان كده كل يوم في تسحر سيما في استوديو مصر احنا مصرين الحقيقة وبيشرفنا ان يكون معانا احد هؤلاء. والجميل اللي معانا واحد من ابرزهم النهاردة، فرد لا يمكن كان الاستغناء عنه، الراحل الجميل الفنان القدير يوسف شاهين ما كانش ابدا يشتغل من غيره. الفنان اشهر يعني ماشينيست الاستاذ حسن جاد. اهلا بيك. اهلا يا فنان، وكل سنه وحضرتك طيب مشرفنا. وانت بالصحه والسلامه وكلكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. اشمعنى بقى حضرتك اللي كان لا يمكن الاستغناء عنك في فريق عمل لمخرج بالقدر ده والحجم ده والصعوبه دي، يعني ما فيش حد ما بيغيروش؟ تسمحي لي بس يا هند في البدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين يعني ايه ماشينيست، علشان في ناس كتير جدا برضو مش فاهمين يعني ايه الشغلانه دي وتركيبتها بتبقى عامله ازاي. صوري لك حق. ماشينيست معناها
اولها ماشين يعني حركه كاميرا، يعني احنا بنترجم لحركه كاميرا. انا بحس ان انا بترجم حركه الكاميرا لدراما، دي اساس شغلتي. فحصل بيني وبين الاستاذ، انا كنت صغير جدا يعني كان عندي 23 سنه وانا بعمل المهاجر. فحصل بيني وبينه لينك كده ان انا اترجم، انا حاسس ان انا مترجم، اترجم حركه الكاميرا لدراما لعمل ما ايا كان هو العمل. لما ابتديت مع شاهين بقيت اشتغل مع كل المخرجين على انهم شاهين. بس دي مشكله، دي مشكله فعلا. ما حاولتش اغير ما بين مخرج اقل ومخرج اللي هو شاهين. بقى كلهم عندي شاهين، فبعمل نفس الحركه بنفس الطريقه. بقالي 30 سنه مثلا عمري في حياتي ما عملت شاريو هو كله شاريو واحد. ما عملتش واحد زي التاني في حياتي. كل واحد ليه حركته، بس كلها حركه واحده، يعني بالنسبه لاي حد يتفرج كلها حركه واحده. ومتهيألي استاذ خالد هيقول عني حاجات كتير برضه في الموضوع ده. لا استاذ خالد واضح ان هو مبسوط وبيبص حضرتك، يعني انا ببص له بحب لاني بحبه منتهى الحب فعلا. بحبه على المستوى الانساني. انا اعرفه واعرف والدته واعرف ولاده واهدده لما يزعلني اقول له جزء من العيله. اقول له هروح اشتكي ليها وحاجات كده زي الاستاذ احمد اسماعيل كده بالظبط. تعرف تجيبه منين؟ احنا بدأنا سوا، يعني هو بدأ مع الاستاذ يوسف في المهاجر وانا بدأت في المهاجر. انا كنت مساعد 20 وهو كان ماشينيست لاول مره مع يوسف شاهين، وهو تربيه عم سالم اللي كان شغال مع يوسف شاهين عشرات السنوات. فطالع من تحت ايد تربيه الجيل القديم بقى، فنان بجد اسمه عم سالم. لازم نذكره يعني، الله يرحمه. الله يرحمه ويسامحه. حسن او عم سالم في كده علامات نادره في تاريخ السينما لمهن محدده، يعني اكسسواريست، ماشينيست، مشرف الاضاءه هو الاسطى الاضاءه. في ناس كده فنانين يمكن اكتر من مخرجين يشتغلوا معاه. واحد يفرق عن التاني. بيفرق بقى. حسن يفرق في ايه؟ حسن انا دلوقتي قلت عايز شاريو يخش على حضرتك عشان بس المشاهدين يفهموا. شاريو هو الكاميرا لما تتحط على قضيب كده عشان تخش عليكي تقرب الصورة. يعني الصورة علينا كلنا، وبعدين انا بخش بالكاميرا عشان اخدك في لقطة مقربة. بفرض ان الحاجة البسيطة اللي انا بحكيها لك ديت المخرج طالب من استاذ حسن ان هو يخش بالكاميرا عليك. طب انهي سرعة هيخش بيها عليك؟ ايه الموقف اصلا اللي هو فيه عشان يخش؟ يا سلام. فلازم تبقى قاري السكريبت، لازم يبقى قاري ومعاه دجوباج، وكمان معاك دجوباج ومعاه دجوباج وقاري الفيلم. الدجوباج ده اللي هو الاخراج على الورق. والاستاذ الله يرحمه علمني حاجه ازاي اقرا السيناريو وتفرغه تفريغك انت. لا كان بيسمعني المزيكا، بيقول لي دي الريتم اللي احنا هنمشي عليها طول الفيلم عشان يديك الاحساس قبل ما اخش الفيلم، قبل ما احساس وايقاع المشهد بالظبط. الله الله الله. وبعدين انا بقول على استاذ خالد ان احنا وارثين بعض من شاهين. يعني ازاي؟ يعني الله يرحمه شاهين كان، انا ورثت خالد يوسف من شاهين وهو ورثني من شاهين. يعني هي سكه كده ماشيين فيها، فما ينفعش نبعد عن بعض. هو ده ايه اصعب المواقف اللي مرت عليك مع الراحل يوسف شاهين؟ اصعب موقف حصل لي لحد النهارده، يوسف شاهين متوفي بقاله قد ايه، انا ما دخلش المكتب عشان لما بخش المكتب بزق الباب وبخش الاقي شاهين قاعد في اليمين. انا لحد النهارده من ساعه وفاته ما دخلش المكتب عشان ما زقش الباب وهو مش موجود. انا بالنسبه لي شاهين مسافر. طبعا استاذنا الكبير طبعا الاستاذ يوسف شاهين مدرسه، مش بس في الفن ولكن ايضا في الحياه. فاكيد لما انت كنت بتقعد تتكلم معاه بالساعات مثلا وانتوا بتحضروا المشهد او بتحضروا حاجه، اكيد كنت بتتعلم منه حاجات كتير، صح؟ هو كان اب في اللوكيشن، مش مخرج زي ما الناس بيقولوا عصبي. لا كلام فارغ كله. هو كان اب وكلنا اسره واحده. فهو كان هو كبير الاسره، فكان بيحب كل الناس واحنا كنا بنحبه. الله يرحمه ويسامحه. عايز اقول لك بس يعني تفصيله عشان الناس برضه تبقى فاهمه دقه شغلانه حسن. فلما قلت لك ان هو بيخش عليك بأني سرعه، لازم يبقى هو حاسس المشهد وحاسس هيخش عليك بأني سرعه عشان يوصل الاحساس شكله ايه. حاسس بالموقف. لو انا عايز مثلا الموقف ده يحتاج صدمه مثلا، فمحتاج اخش عليكي بسرعه شديده جدا. ايوه بايقاع تاني. عشان ولا عايز يخش عليكي بالراحه، وانهي سرعه من بالراحه. يعني هو بيمثل بالحركه برضو طبعا. يعني ساعات يتقال لحسن
كريشندو يا حسن او ديمينويندو يا حسن. يعني كريشندو يعني هتخش اسرع ثم اسرع ثم اسرع، او هتخش بالراحه ثم بالراحه، يعني هتبدا اسرع ثم هتهدي. ساعات يتقال له تيمه موسيقيه هتخش عليه. يا سلام. يعني مزوره كده معينه يلتزم بايقاعها. وممكن ساعات الاستاذ، انا ما بعملش ده، انا ممكن اقولها له بس في ودنه وهو يشتغل. الاستاذ ساعات كان يشغل له مزيكا، يقول له على المزيكا دي خش زي ما تحسها بقى يا حسن. ففكره زي ما تحسها ابداعه هو بقى. انا بقول لك انا اشتغلت مع ماشينيستات تانيين وشفت وفي ناس كويسين طبعا اكيد في السوق موجودين وفنانين وكل حاجه، مش ببحث عن تميز لحسن عليهم، لكن انا بحب حسن لانه انا بحس ان هو اكتر حد بيحس، بيقدر يترجم اللي هو حسه بحاجه هو نفسه مش عارف هو عملها ازاي. ده امر مهم قوي يعني، ولا انا عارف هو طبعا هيعملها ازاي. انا هسيبه عشان اشوفه حاسس ايه، واللي حاسه يطلع تلقائية ابداع، فيطلع احساس بجد يضيف للمشهد. سواء توتر، عايز المشهد يزيد توتر يزوده توتر، لو عايز المشهد يزيده شجن فيزيده شجن، لو عايز المشهد يزداد رومانسية ورومانتيكية يزوده رومانتيكية. يعني يعمل الاليمنت العنصر اللي هو في ايده ده ازاي يضيفه في الكادر، عشان الكادر ده مفردات كتيرة جدا، هو احد هذه المفردات الهامة جدا اللي بتسهم في ايصال في النهاية الرؤية اللي احنا عايزين نوصلها. طيب الله يخليكم، احنا فاضل لنا دقيقة ونص مش أكتر. سريعا جدا، ما ننساش بعد إذن حضرتك المظلمة اللي حضرتك هتتفضل وتحطها في الفرع الثاني لديوان المظالم، رغبة في الإعلام وتلفزيون الناس في إنه يساهم بشكل من الأشكال في حلقة وصل ما بين الناس باختلاف تخصصاتهم، وخطة 100 يوم اللي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية طبعا. خدت دقيقة ونص يا هند. خدت دقيقة ونص. نعم خدت دقيقة ونص. طب يلا لا اتفضل يا استاذ خالد سريعا. لا هقول له المحكمة، محكمة القضاء الإداري حكمت حكم بإبطال الجمعية التأسيسية الأولى، وفي طريقها لنفس الحكم، لأن نفس الأسس اللي اتعملت عليها اتعملت مرة تانية، الخطأ نفسه واحد. فالقضاء الإداري مفروض طبقا للمنطق أنه هيحكم. أرجو أنه هو يحترم أحكام القضاء وما يقفش في طريق الجمعية التأسيسية الجديدة، ويلزم إخوانه في جماعة الإخوان المسلمين أن هم يكونوا ملتزمين بالتوافق الوطني الحقيقي اللي هيبقى في الجمعية التأسيسية الثالثة، ويراعوا مصالح ان الوطن، في ان الأوطان ما تختصرش لجماعات، ولا أهداف الجماعة ممكن تختصر أهداف الوطن. الوطن ده أشمل مننا كلنا، واحنا عنصر فيه كجماعة الإخوان المسلمين. خليكوا عنصر في الجمعية التأسيسية، ادلوا بدلوكوا، لكن في النهاية الكلام للشعب كله، والدستور بتاع الشعب كله، والدستور ملك الأجيال اللي لسه حتى ما جاتش، لازم نكون أمناء معاه. الوطن فعلا اجمل من كل التعبيرات طبعا. صح. وقبل ما نختم، صح يا هند مظبوط، قبل ما نختم سريعا ممكن اقول لحضرتك حاجه؟ طبعا احنا هنبقى ختامية مسك ان شاء الله، ولكن لو حضرتك عندك مظلمه اتفضل. بدران انت عايز تقول مظلمه؟ في عندنا شويه مقترحات كنا نفسنا نقولها للدكتور مرسي تجاه وزاره التربيه والتعليم ووزاره البحث العلمي. اتفضل. طبعا احنا نفسنا مثلا في ان يكون في مدرسه صيفيه للمخترعين، لان دي حاجه مش متواجده خالص في مصر، موجوده في كل محافظه في كل مكان، فيها مجانيه اشتراك بحيث ان المخترعين يقدروا يتقابلوا. لان مره سمعت شخص بيقول وبصوت عالي وفي مؤتمر رحناه، المخترعين في مصر ما يزيدوش على 600 مخترع، رغم ان هم بالالافات فعلا. واحنا بنضم صوتنا لصوتك، ونروح دلوقتي ننتقل لاستاذ جمال. برافو عليك. تمام. انا مظلمتي من الديوان المظالم نفسه، لانه بيقول انه الدكتور مرسي وجماعته ذهبوا الى الحكم وهم مش عارفين هيعملوا ايه بالظبط. ديوان المظالم حتى وهم بيعملوا حاجه اسمها ديوان المظالم، وده ما قبل الدوله، ده عوده الى ما قبل الدوله الحديثه. كمان ما كانش عندهم ملكه ان هم يخترعوا اسم جديد. سريعا يا استاذ جمال، ديوان المظالم ده بنفس الاسم عملوا انور السادات، وكان في بدايه عصر حسني مبارك فضل برضه، ودي احنا شايفين النتيجه. لانه الدنيا مش مظالم، يعني اللي عايز يغير فعلا بيغير بسياسات وبتشريعات وبقوانين وبخطط، مش باننا نروح نخبط ونقول شغلونا اكلونا.
هاتوا لنا انبوبه البوتاجاز ده ما يصحش. عايش حريه وعداله اجتماعيه. ختامها مسك بقى ان شاء الله. طيب يلا طوبه حمراء بقى. يلا تسمعنا ايه؟ انت بقى ايه هتبدل مكاني عشان انا هقعد. طب احنا بنشكركم عشان الهوا لو خلص في اي وقت. انا بشكرك يا حبيبتي استاذ حسن، استاذ جمال بدران، استاذ احمد، استاذ خالد ومحمود، شرفتونا وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل زمايلي وزملائي اسره اتسحر سيما في استوديو مصر، كل الشكر ليكم على تعبكم النهارده، كتر خيركم وكل سنه وانتم طيبين. الفرقه الموسيقيه شكرا لحضراتكم ومحمود باذن الله. فين المطرب؟ طبعا محمود اللي امتعنا شكرا ليكم، شرفتونا. وكل سنه وانتم كلكم طيبين وميرسي يا هند. اتفضل. احنا هنغني اغنيه من فيلم كف القمر. كلمات الشاعر فؤاد حداد والحان. يا طوبة حمرا وطوبة خضرا وطوبة البنا يضرب فيها بالموال، خليكي لولاد الشقا مخطوبة، أغنى غني اللي ماله غيرك مال، مهر العرايس كل يوم جايلك، والليل يجيب الشمس ويخيلك، مهر العرايس كل يوم جايلك، والليل يجيب الشمس ويخيلك، وكل من شافك صبح شايلك، أمنية من رب العباد مطلوبة، يجعل حمولك زينة الحمال، يا طوبة حمرا وطوبة خضرا وطوبة البنا يضرب فيها بالموال، خليكي لولاد الشقا مخطوبة، أغنى غني اللي ماله غيرك مال، ما تنخدعش يا زمن احنا، الطيبة تنطق في ملامحنا، ما تنخدعش يا زمن احنا، الطيبة تنطق في ملامحنا، لكن خفاف الله يسامحنا، يا ما افتكرنا الطيبة معطوبة، يا ما لعبنا ويا ما كنا عيال، يا طوبة حمرا وطوبة خضرا وطوبة البنا يضرب فيها بالموال، خليكي لولاد الشقا مخطوبة، أغنى غني اللي ماله غيرك مال، زي اللي خدته من الشهيد قدي، الفرد دايم وانت بتؤدي، زي اللي خدته من الشهيد قدي، الفرد دايم وانت بتؤدي، يعشق بلاد